السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، ربنا يخليكم ليا، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، ما تحرمش منكم بره مصر وجوه مصر. أنا جايبة لكم النهاردة حاجة. بصوا، كل البيوت بتحتاجها وكل البيوت عايزاها. ايه هي يا ام محمود؟ بس هقول كلمتين بس وهوريكم المنتج اللي انا جايبه لكم، اللي ان شاء الله ان شاء الله ربنا يجازينا عليه خير، وهتجربوه وهيعجبكم وتقولوا ايوه ام محمود قالت على حاجه جميله قوي وعجبتنا. ان شاء الله خير، ان شاء الله كله خير من عند ربنا. انا بس ايه، في ناس بتنتقدني في القناه بيقولوا لي انت ست رغايه. انا رغايه؟ انا ده الفيديو بتاعي ما بيكملش عمري. اكتر فيديو عندي يعني ما انا من الناس اللي هي مختصره على القناه، والفيديوهات بتاعتي والقناه بتاعتي اصلا كلها، يعني عايز اقول لكم هادفه. قناه محتواها هادف، مش زي قناتها اللي هي انتقدتني ديت. قناتها غير هادفه، وعلشان هي قناتها غير هادفه ما عرفتش تكمل فيها. نخش بقى في الموضوع بتاعنا، تمام كده؟ ايه الموضوع بتاعنا يا ام محمود؟ ان انا جايبه لكم الايه، الحاجه الجميله عن تجربه من 8 سنين انا جربتها، واخدين بالكم؟ وعجبتني جدا. وبقالي 8 سنين ما بشوفش الحاجه دي خالص. وبظروفها من قيمه كام يوم كده، قايمه كده من النوم، كانت الساعه 2 بالليل، لان انا من الناس اللي هي بتحب تنام بدري، يعني على الساعه 12 كده، مش بدري قوي يعني 8 ولا حاجه يعني، عشان ما تفكروش ان انا بنام 8. لا، 12 11 ونص. واخدين بالكم؟ ف عشان اصلي الفجر، لازم اصلي الفجر وركعتين قبل قيام الفجر. انصحكم بيهم، فيهم تفريج الكرب وتيسير الامر بردك. انت بردك لما تصلي الفجر اقري ياسين، ربنا يفرج كربنا وييسر امرنا. اللهم امين. ايه المنتج اللي انت جايباه يا ام محمود؟ او المنتج اللي انا جايبه لكم، تمام كده؟ اكيد الكل شافه كده، عرفته. المنتج ده منتج للايه؟ للصراصير. في كم منه الدبل، الاتنين مع بعض، اتنين في واحد، الصراصير والنمل. ففي دلوقتي فصلوهم لحد قريب والله. دلوقتي فصلوهم، خلوه بقى للصراصير والنمل بس. فهو قصدي انا عايز اقوله ان هو للصراصير لكل الحشرات. يعني اللي هيموت الصراصير مش هيموت النمل؟ اكيد هيموت النمل برضك. انتوا معايا عشان ما تغرموش نفسكم كتير يعني. فانت النصيحه اللي هقولها لك، المنتج دوت لو جبتيه، بالله 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 لا تشكريني وتقولي لي يا ام محمود جزاك الله خير. الشكر لله اول، تدعي لي دعوه حلوه منك، بس مش عايزه منك حاجه اكتر من كده. تمسحي الاول شقتك وتنضفيها وتعرفي الاماكن اللي فيها الحشرات بتاعتك، ايا كانت الحشرات هي ايه، بغض النظر عن الصراصير، تمام كده؟ وتمسحي وتنضفي وتروقي، وتمسكي البخاخه دي. البخاخه دي ب 50 جنيه يا جماعه، ملهاش اي ريحه تماما، ولا لها اي حاجه، ملهاش اي حاجه سلبيه. واخدين بالكم؟ يعني حلوه جميله. وترشي، وبعد انت لما بتشوف الحشرات ما بتشوفيش الصراصير دي، ما تعرفي